طيب سموا نفسهم إسرائيل نسبة إلى سيدنا إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب. وبعدين بهدلوا أبوهم آخر بهدلة، وده بهدلوا أخوهم الكبير والصغير يوسف وبنيامين. يوسف اترمى وجه مصر هنا، وبعد كده بقى ملك مصر وقال لهم طب تعالوا لي. فجم علشان ياخدوا أكل من هنا من مصر. ادالهم الاكل اللي هم عاوزينه، وقال لهم المره الجايه لو هتيجوا تاخدوا اكل ما تجوش الا ومعاكم اخوكم اللي هو بنيامين. فقالوا سنراود عنه فتاه وانا لفاعلون، اباه وانا لفاعلون، يعني احنا هننصب على ابوه. ابوه ده اللي هو اباه اللي هو سيدنا يعقوب، اصلا نبي من الانبياء وبيقول لك اباه. سنراود عنه اباه وانا فاعلون، يعني هنجيبه، ما تقلقش حاضر هنجيبه لك. وراحوا رايحين قعدوا يتحايلوا على ابوهم وينصبوا عليه، وخدوا الولد منه بنيامين وجابوه معاه هنا لمصر. وبعد كده سيدنا يوسف خد اخوه وقال لهم روحوا وهاتوا لي ابوكم وهاتوا لي اهلكم. فراحوا جايبينهم كلهم وجم عاشوا هنا في مصر ال 11 ولد. كان الصراع الاساسي اخوهم اللي هو النبي اسمه سيدنا يوسف، واخوهم الكبير اسمه يهوذا. اخوهم الكبير اسمه يهوذا. طب يتسموا على اسم مين؟ اخوهم ده حارب علشان يتسموا على اسمه، يبقى اسمهم يهوذا او اليهوديين، واتسمت بعد كده اليهود. يعني من هنا جاء المسمى بتاع بني اسرائيل، لان هم كانوا ولاد سيدنا اسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب، واتسموا يهوذا لان هم كانوا اخوات يهوذا، ويهوذا ده كان الكبير بتاعهم. تمام. وجي بعد كده بدأ يتعاقب عليهم الرسل والأنبياء. من ضمن الرسل اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتهم لبني إسرائيل، طبعا بني إسرائيل عاشوا هنا في مصر عبيد. تمام. بهدلناهم أهل مصر، كانوا بيعاملوهم معاملة سيئة جدا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعت سيدنا موسى علشان ينقذ بني إسرائيل، لأن كان يعقوب بيعمله فرعون كان بيعاملهم معاملة يعني صعبة. مش هقول ان المعامله ديت كانت حلال فيهم ويتعامل فيهم اللي يتعامل، لا الكلام ده ما ينفعش. احنا في الاول في الاخر مسلمين، احنا في الاول في الاخر بني ادمين بنتعاطف مع المسلمين. احنا مش جاي، احنا مش سفاحين، احنا مش قتالين قتله. تمام. آه... طيب هم لما جم علشان يعيشوا هنا في مصر، ربنا سبحانه وتعالى يعني هم بني اسرائيل اتبهدلوا هنا في مصر وعذبوهم، فرعون بهدلهم. تمام. وبعدين جه لهم سيدنا يوسف عشان ينقذهم، وكان مشغلهم عنده صحراء بالعافيه كده، هتشتغلوا صحراء. فكانوا شغالين صحراء. تمام. علشان يقنعوا المصريين ان هم يعبدوا فرعون. جالهم سيدنا موسى عشان ينقذهم، أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. تمام. فرعون رفض وقال لا ده شغالين عندي وعبيد عندي ومش عارف ايه. المهم العصاية وتحولت لتعبان وكلت الحاجات اللي الصحراء عاملينها، فبني إسرائيل كلهم دخلوا في الإسلام. الله، ده حاجة حلوة قوي. يعني هم كانوا مسلمين لا يا مستر محمد، مسلمين ولا يهود؟ يا حبيبي إن الدين عند الله الإسلام. ما فيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي ويهودي، إن الدين عند الله الإسلام. سيدنا إبراهيم جه علشان يدعو الناس لعبادة الله وترك عبادة الأصنام. سيدنا موسى جه عشان ترك عبادة الناس أو الأصنام وعبادة الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد جه عشان ترك عبادة الأصنام وعبادة الله. سيدنا عيسى جه عشان ترك عبادة الأصنام وعبادة الله. فكل الأنبياء جم علشان رسالة واحدة بس، وهي الإسلام، وهي الإيمان بالله وحده لا شريك له. اختلفت الشرائع، يعني احنا بنصوم صيام والمسيحيين بيصوموا صيام، وسيدنا ابراهيم كان بيصوم صيام. الصيام مختلف، طريقه الصلاه مختلفه، الزكاه كميتها مختلفه، لكن كل ده جه واحد من عند ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى جه علشان يدعو الناس لعباده الله سبحانه وتعالى، وان بني اسرائيل يخرجوا معاه ويسيبهم من مصر خالص ويمشوا. فرعون عذبهم وقال هيربطهم في جذوع النخل ويعذبهم ويقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، يعني كل واحد يتقطع ايده الشمال مع رجله اليمين. تمام. وده عذاب شديد جدا، يعني هو عايز يبهدلهم وخلاص.
وربطهم وعذبهم وضربهم. سيدنا موسى قال لهم واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني قبل بعضكم، علشان أول ما يجي وقت الخروج هنخرج على طول ونروح بيت المقدس. تمام. فخرجوا من مصر على طول، فرعون بيجري وراهم. بني إسرائيل الغريب بقى، خد بقى العمايل اللي عملوها في الأنبياء بتوعهم. أولا سيدنا يعقوب خلوه قاعد عمال بيعيط قدامهم كده لحد ما عينه اتعمت، وما قالولوش إن يوسف حي. ولما جه قال لهم إني لا أجد ريح يوسف، يوسف عايش وأنا شامم الريحة بتاعته. قالوا لقد زلت أنت ما زلت في ضلالك القديم، أنت هتفضل راجل الأهبل كده. بيقولوا للنبي كده. يوسف مين؟ يوسف مات وهم عارفين إنه ما ماتش. طب سيدنا موسى عملوا معاه إيه؟ لا ده كتير. ده سيدنا موسى هم امنوا. الله، ده حاجه جميل. طب اسمعوا كلام النبي بقى. يخرجوا من مصر، يجروا في الصحراء بتاعت سينا لحد ما وصلوا للبحر الاحمر. قالوا انا لمدركون. قال موسى كلا ان معي ربي سيهدين. فضرب البحر ضربه فانشق البحر. انشق البحر ديت، عاوزك تعرف ان هي البحر انشق 12 فتحه، 12 طريق. 12 طريق علشان بني إسرائيل كانوا 12 قبيلة، وسيدنا موسى وربنا سبحانه وتعالى خايف لحسن يتخانقوا مع بعض وهم ماشيين، راح عامل لهم 12 طريق. تمام. عشان كل واحد يمشي لوحده. انت متخيل المعجزة حاصلة قدامهم لسه دلوقتي؟ يعني كان مثلا ايه، واحد جاي بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب، بيقول له يا عمر، سيدنا محمد الرسول بتاعكم لسه ميت واتخانقتوا على مين اللي هيمسك الحكم من بعده. سيدنا عمر بذكائه راح قايل له طب ما انتوا سيدنا موسى كان لسه معدكم من البحر ورجلكم مبلوله من الميه وعبدتوا العجل. ايه قصه عباده العجل دي؟ سيدنا موسى لما عدوا البحر وشافوا فرعون وهو بيغرق قدامهم، يعني المعجزه حاصله لسه حالا اهو، وقاعدين بيتفرجوا على سيدنا، على فرعون وهو بيموت. لفوا وشهم لقوا ناس جايبين صنم وبيعبدوه. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اشمعنى الناس دي بتعبد آلهة واحنا ما بنعبدش؟ يخرب بيتكم يا بهايم. ده انتوا لسه ربنا منجيكم، هو اللي منجيكم من فرعون وشايفين المعجزة قدامكم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سيدنا موسى شتمهم وبعد كده سابهم ومشي. طب مشي وبعدين طلع او الموضوع وصل مثلا لفلسطين وقعدوا واستقروا شويه في فلسطين، وكانوا بيجوا هنا سيناء، وده اللي هم عاوزينه دلوقتي، وده اللي مصر وجيش مصر واقف لهم فيه. تمام. وده اللي المظاهرات اللي موجوده النهارده بتطالب بيه، ان هم هدفهم الاساسي ان هم ياخدوا ارض سيناء علشان علشان يعيشوا فيه. وده طبعا مش هيحصل بعيد عن شبابهم ان شاء الله. المهم او يهجروا الفلسطينيين فيها. المهم ايه اللي حصل؟ سابهم في فلسطين. طب يلا سابهم في سيناء. هنعمل تعالوا عشان نصلي. لا مش مصليين، احنا عايزين ناكل ونشرب. ده انتوا ربنا لسه منجيكم. اكل وشرب ايه؟ طب ما تيجوا تصلوا، ولما هتصلوا وتطلبوا من ربنا اللي انتوا عايزينه هيديه لكم. لا لا لا، احنا هناكل ونشرب، احنا جعانين. طب الذنوب اللي عليكم هي اللي مخلياكم ما فيش اكل ولا شرب بينزل. ادعوا ربنا وتوبوا لربنا عشان ينزل عليكم المطر، فالاكل والشرب هيبقى موجود تحت رجليكم. ادعوا ربنا وقولوا يا رب حط، حط يعني حط عننا الخطايا، امسح عننا الذنوب والخطايا. فراحوا كلهم رافعين ايديهم وقالوا يا رب حنطة. بقول لهم يا رب حنطة. حنطة يعني اكل، رز اسمه حنطة. قال لهم انا بقول لكم قولوا يا رب حط، تقولوا يا رب حنط. قالوا احنا عايزين ناكل. طب ادعوا ربنا استغفروا ربنا. لا. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم طب خلوهم يسجدوا لي سجدة ويطلبوا اللي هم عاوزينه وانا هعمله لهم. فيقوموا ساجدين موطيين كده. يا جماعه اسجدوا لله، اطلبوا من ربنا ان انتوا عايزينه هيديه لكم والله. ما رضوش. ربنا سبحانه وتعالى لما زهق منهم شال الجبل بتاع الطور، جبل الطور اتشال من مكانه
وبقى فوقهم، علشان يعني هنزل الجبل فوقكم لو ما سجدتوش. بقوا ساجدين وبيبصوا للجبل فوق كده عشان يشوفوا هينزل من عليهم ولا لا. يعني طب دول يتصرف معاهم ازاي؟ طب دول يتعامل معاهم ايه؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى قال لهم طب طالما انتوا كده، ربنا كتب عليكم التيه في ارض مصر، في سيناء. يعني ايه التيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما زي ما يكون خلى ارض سيناء كره ارضيه، يبداوا من هنا ويمشوا في طريق يلفوا 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 يوصلوا للنقطه اللي كانوا خارجين منها. طب نمشي في الاتجاه الثاني، يمشوا لحد ما يوصلوا لنفس النقطه اللي كانوا خارجين منها. 40 سنه يتيهون في الارض، فلا تأس على القوم الظالمين. قعدوا 40 سنة في أرض سيناء تايهين، مش عارفين، هم عايزين يخرجوا من المنطقة اللي هم عايزين فيها مش عارفين. طب توبوا لربنا بقى؟ لا. مات سيدنا موسى بعد ما يعني من ضمن الحاجات اللي كانوا بيقولوا عليها سيدنا موسى، لما كانوا يجوا يستحموا كان سيدنا موسى ما كانش بيستحمى معاهم، كانوا بيتعروا وبيقلعوا قدام بعض خالص. سيدنا موسى كان من احترامه ما كانش بيتعرى بيصلي معاهم او بيستحمى معاهم، فكان بياخد بعضه يقوم رايح بعيد، تمام، عشان لما يضع هدومه، يقلع هدومه، ما يتشافش، محدش يشوف. قالوا اصل هو عنده عيب خلقي، بيتكسف يقلع قدامنا. فراح ربنا سبحانه وتعالى علشان يبرأ لهم سيدنا موسى، قال لك هو ينفع ربنا يبعت راجل ويبقى عنده عيب خلقي او مخنث؟ انتوا بتتهموا سيدنا موسى بايه؟ ايه القذاره اللي انتوا فيها دي؟ فسيدنا موسى قلع هدومه في يوم وحطها على الحجر، الحجر جري، تمام، قدامه، وسيدنا موسى بيجري ورا الحجر عشان ياخد هدومه. الحجر هو مستغرب الحجر بيجري ازاي، حجر بيجري وعليه الهدوم وسيدنا موسى بيجري ورا الحجر، واقول له اليك حجر قف يا حجر، لحد ما لقى نفسه قدام بني اسرائيل واقف عريان، راح لابس هدومه، فربنا سبحانه وتعالى برأه. تمام. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني اللي حصل ده ما ينقص من وجاهة وعظمة سيدنا موسى حاجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يبرأه. شوفوا الاتهامات عاملة إزاي. ربنا بيقول لهم أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بني إسرائيل يا حبايبي كانوا بيقتلوا كل يوم أربع رسل وأنبياء كل يوم. ربنا بيقول في قرية أنطاكيا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إن إليكم لمرسلون وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. أربعة في وقت واحد، إلا أربعة اتقتلوا. كل يوم 4 رسل و4 أنبياء يتقتلوا. طب يعمل لكم إيه؟ لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم سيدنا داوود. طيب قتلوا الرسل والأنبياء كلهم، ما عادش عندهم أي رسول ولا أي نبي. فقعدوا يدعوا ربنا يا رب عايزين ملك عشان نحارب وعشان ناخد أرضنا. طب ماشي بقى، هو طول عمرهم مطرودين في كل بلاد الارض. يعني جم ارض كنعان اتطردوا منها، جم مصر خرجوا منها، راحوا سينا اتطردوا منها، راحوا لفلسطين اتطردوا منها، راحوا لبلاد الشام فوق اقصى فلسطين اتطردوا منها، خدوا بعضهم وراحوا اوروبا اتطردوا منها، راحوا امريكا الجنوبيه في الارجنتين اتطردوا منها واتحاربوا، تمام، لحد ما هيرجعوا اوروبا تاني. لا، الاوروبيين الانجليز والامريكان قالوا لا والله ما يرجعوا تاني ابدا، ده احنا ما صدقنا طلعناهم كانوا يروحوا امريكا الجنوبيه، والله ما يحصل، احنا نعمل لهم وطن قومي في اي دوله في العالم. الكلام ده كان سنه كام؟ 1948. 1948 يعني قريب مش بعيد، تمام، من 80 90 سنه، كملوش 100 سنه. وكانوا بيدوروا على ارض مش لاقيين ولا ارض في العالم كله يقعد فيها. احنا لحد النهارده كان في ناس معاها تذاكر بتاعه اتوبيس كان بيطلع من مصر للقدس، كانوا لسه الاسرائيليين دول ما جوش. وفي ناس جاي لها طوابع جوابات من ناس كانت شغاله في القدس عاصمه فلسطين، كان لسه ما فيش حاجه في الوجود اسمه اسرائيل. طلعت فين اسرائيل دي وبقى لهم وطن وبيحاربوا، ويقول لك اصل الفلسطينيين بيعتدوا علينا؟ طلعت منين؟
جبتوها منين؟ ارضكم ديت وبلدكم دي جبتوها منين؟ تقتلوا الناس بالطريقه ديت. احنا كمصر لما كنا بنحاربهم في حرب 67، في يوم ضربوا مدرسه اسمها مدرسه بحر البقر في الاسماعيليه، قتلوا اكتر من 300 طفل. 300 طفل في مدرسه، انت عارف ان هي مدرسه ابتدائي، تضرب مدرسه الابتدائي عشان احنا كان المصريين وقعوا لك طياره؟ دلوقتي تستهدف فران العيش، فرن، الناس واقفه بتشتري عيش علشان ياكلوا، وانت عارف ان التجمع بتاع العيش ده مش هيبقى ناس بتحارب، ده ناس واقفه عايزه تجيب اكل عشان تاكل نفسها وتاكل ولادها. تقوم انت ضارب فرن العيش وانت عارف ان كل اللي واقف هناك اطفال ونساء. اكيد محدش من اللي بيحارب ولا من حماس ولا الهبل ده واقف بيجيب عيش الصبح. تضرب المدارس، تضرب اماكن تجمع الناس اللي بتشتري عيش، اماكن تجمع الناس اللي واقفه بتملى ميه. ليه؟ ليه؟ هو ده الحرب اللي انت بتحاربها؟ وفي على العكس الاتجاه التاني بيعاملوا اطفالهم احسن معامله. ومش هقول لك كده غلط، لا، احنا ديننا بيأمرنا بكده، هو بيعملوا كده لان تعاليم ديننا بتأمرنا بكده. انما دينهم هم لو كان عندهم دين، لا، هم ما بيأمرهمش بحاجه، يعملوا اللي هم عاوزين، يستبيحوا اللي هم عاوزين، المهم يوصلوا اللي هم عاوزين. وايه اللي هم عاوزينه؟ ان هم عايزين يعملوا وطن قومي لليهود، مش في فلسطين، لا، في الوطن العربي من المحيط الى الخليج، يعني من اول البحر المتوسط لحد البحر الاحمر لحد آه، المحيط الاطلنطي. يعني عايزين ياخدوا الوطن العربي كله، هو ده هدفهم، وهو دي السياسه اللي هم شغالين فيها. لكن باذن الله يعني مش هيحصل. تمام. سيدنا داود، عملوا ايه مع سيدنا داود؟ لا، عملوا عمايل منيله بنيله. سيدنا داود قبل ما سيدنا داود يجي بدأوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى: يا رب احنا عايزين نحارب وعايزين ناخد أرضنا تاني وعايزين نشوف لنا أي حتة نقعد فيها. فربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت؟ ده طالوت ده فقير، ازاي يبقى ملك وما معهوش فلوس؟ انت ايه العلاقة؟ انت عايز واحد ملك عشان يقود الجيش، علشان تلاقي لك تنيل، تلاقي لك مكان تقعد فيه تعيش فيه. انت مالك ومال الملك اللي ربنا بعته واختاره عشان هو اكتر واحد بيتقي ربنا فيكم؟ فقير، انت مالك فقير ولا غني؟ قال لك: لا، ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ده فقير، يبقى ملك عليا ازاي؟ ربنا قال: ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. مش انت عايز تحارب؟ ربنا بعت لك واحد قوي، واحد عالم. طيب، هو ملك خلاص يعني؟ طب ايه الدليل؟ قال: وان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة. يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل لهم معجزة، ومش عايز اخش في تفاصيل القصص بالظبط، يعني تفاصيل كتير. تمام. التابوت ده التابوت اللي اتدفن فيه سيدنا هارون وسيدنا موسى، وكان فيه العصاية بتاعت سيدنا موسى، وكان فيه اللبس بتاعه، وكانوا بيتفائلوا بيه. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم: اكبر معجزة اجيب لكم التابوت قدامكم، الملائكة هتجيبوا حملاه قدامكم يتحطوا قدامكم. جابوه وحطوه قدامهم، قالوا لي: لا والله مش مصدقين بصراحة يعني. طب اعمل ايه؟ فين وفين على ما اقنعهم. ولما اقنعهم خدهم ورايحين ارض فلسطين عشان يحاربوا اللي كانوا موجودين. كان في كفار واخدين في ارض فلسطين، فرايحين عشان يحاربوا هناك. سيدنا داود قال لهم فلما فصل طالوت بالجنود، لما فصل طالوت بالجنود قال: ان الله مبتليكم بنهر. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيختبركم بنهر. النهر ده فيه ايه؟ فيه ميه، وانتوا عطشانين، اللي هيشرب ما يجيش معايا، لازم يبقى فيه مقاومه كده، صيام. قالوا له: لا، ده احنا كلنا هنشرب، احنا نموت من العطش. قال لهم: الا من اغترف غرفه بيد. يعني خد غرفه كده بايدك واشرب، اروي بس عطشك كده وخلاص عشان ما تموتش من العطش. اول ما وصلوا عند الميه كله شرب، كله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فشربوا منه، واو الجماعه، الا قليلا منه.
خد القليل دول بقوا ما يجيبوش 200 واحد، هيقابل بهم جيوش كامله. لكن كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. وده اللي بيحصل في فلسطين ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى لما عملوا اللي عملوه ده، خد الشوية القليلين طلع واحد اسمه داوود، كان شاب جميل تمام وصغير، هو اللي قدر يقتل ملك الجيش اللي كانوا بيحاربوا اللي هو اسمه عمالقة. تمام. وداوود قتل جالوت اللي هو الملك بتاعهم، وانتصر عليهم، وبقى سيدنا داوود هو النبي بتاع بني إسرائيل. يسيبوه؟ لا، بهدلوه آخر بهدل. جه سليمان بقى ما حدش اتنفس في عهده، عمل الإمبراطورية وعمل الحضارة اللي هو عاوزها. ما فيش واحد فيهم كان بيعترض عليه. ليه؟ لأنه كان مسخر له الجن، وكان مسخر له الطيور والحيوانات، تقول له على أي حد بيعمل فيهم حاجة، وكان بيعذب عذاب شديد جدا. وهم دول ما لهمش الا كده، دول ما بيعرفوش يمشوا الا بالسلاح. دول امشي مظبوط والا هقتلك، يمشوا مظبوط، ما لهمش الا كده، ما بيفهموش هم الا كده. فجم بهدلوا سيدنا سليمان، وبهدلوا سيدنا داود، وبهدلوا سيدنا موسى، وبهدلوا كل الانبياء اللي ربنا بعتهم لبني اسرائيل، من اول سيدنا ابراهيم، من بعد سيدنا ابراهيم. كل الانبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتهم كانوا لبني اسرائيل لحد سيدنا عيسى. طب سيدنا عيسى، لا ده حاولوا يقتلوا سيدنا عيسى اكتر من مره. ده سيدنا عيسى وامه ويوسف النجار عشان يهربوا من القتل جم واحتموا هنا في مصر، عاشوا في المكان اللي اتبنت فيه الكنيسه المعلقه في القاهره. عاشوا هنا في مصر عشان يبقوا في امان لحسن يقتلوهم، كانوا مصممين ان هم لازم يقتلوهم. طب هيقتلوهم ليه؟ عشان اصله طلع نبي وبيتكلم في المهد، ولما يكون نبي بقى هيعلم الناس الصح والغلط. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الناس تفضل بقر عايشين كده وخلاص. طب وبعدين اتطردوا من ارض فلسطين. عاشوا فين؟ في اليمن. تمام. وعاشوا في المدينة. المدينة بقى حاجات غريبة وعجيبة عملوها في المدينة. كان في المدينة 3 طوائف من اليهود. كان في المدينة 3 طوائف من اليهود: بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. احنا هنقول قصتهم ان شاء الله في الزوم اللي جاي. وعملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ال3 طوائف عملوا ايه؟ نسبة خيانة 100%. 3 طوائف ب3 خيانات، بس كل واحدة فيهم خانت بشكل، وال3 خيانات عظمى تستحق القتل. ومع ذلك ما حدش منهم اتقتل الا طائفة واحدة بس. ده اللي هنعرفه ان شاء الله الحصة الجاية. بس انا اقول لك بس على حاجة، اخر حاجة اختم بيها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة كانوا مقابلينه بأغنية، اكيد احنا كلنا عارفينها: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. بس ده اللي انا عاوزه: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ايه ثنيات الوداع دي؟ واحنا عمالين بنحفظ الاغنيه وبنقولها وخلاص. تمام. وهل الاغنيه دي اهل المدينه كانوا محضرينها قبل ما النبي يجي، ولا اتقالت بالصدفه ساعتها؟ بص يا سيدي بسرعه كده. ثنيات الوداع، الثنيه هو المكان ما بين جبلين، يعني جبل وجبل وما بينهم طريق صغير كده، ده اسمه الثنيه. تمام. مكان مظلم ضيق ما بين جبلين. وده اللي اليهود كانوا بيدخلوا بيه للمدينة الأسلحة والمخدرات والخمور، علشان يتاجروا بيها، عشان العرب يفضلوا يشربوا خمور ويدوا لهم أسلحة يحاربوا بها بعض. طب واليهود مستفيدين إيه؟ أولا مستفيدين إن طول ما العرب متناحرين وبيحاربوا بعض، شوف الفكر والسياسة طول عمرها واحدة، طول ما العرب بيحاربوا بعض وضد بعض إحنا عايشين في أمان. العرب لما يتوحدوا كلهم يبقى إحنا بقينا في خطر. وغير كده هم عايشين يشربوا خمره وخلاص. تمام. فيبيعوا لهم الخمر بفلوس يكسبوا،
يبيعوا لهم طبعا العرب يشربوا خمره، يتسطلوا، يحاربوا بعض، يبيعوا لهم السلاح عشان يحاربوا بيه بعض، يكسبوا، وعايشين على كده. تمام. ايه برضو قصه ثنيات الوداع؟ ثنيات الوداع دي هي المكان اللي كانوا بيهربوا منه الحاجات دي، وكانوا بيقولوا للمسلمين، اي حد هيخش ثنيات الوداع دي لازم يقول لك وداع، يعني هتخش مش هتخرج. ليه؟ اليهود حاطين في قلب ثنيات الوداع جنود جوه، اي حد يعدي او يفكر يعدي هيتقتل، يقتلوه جوه، ويقوموا راميين جثته بره، اكن المكان فيه عفاريت بقى، فيه حاجات بتخوف، مش عارف ايه. المهم اللي هيخش جوه، اي حد يخش من العرب يتقتل. طب اليهود خشوا انتوا، لا يا عم احنا ما نخشش، احنا نخاف. وهم اول ما العرب يمشوا يخشوا ويتاجروا ويشتروا ويهربوا زي ما هم عايزين للمدينه. تمام. فدي كانت اكبر كذبه اليهود كانوا كاتبينها على المسلمين او على اهل يثرب المدينه، والمسلمين ما كانوش يعرفوا. في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاي فيه، كل اليهود خرجوا من بره المدينه علشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. راحت الناقه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئه الله وبقدر الله تلف وتخش من ثنيه الوداع. قال له طب ما ثنيه الوداع ممكن حد يخش ويخرج منها اهو. عرفوا هنا المسلمين ان ما كانش حد بيخش ويخرج منها، عشان كان اليهود بيقتلوا من اللي يعدي. انما لما اليهود كلهم كانوا موجودين بره المدينه بيستقبلوا النبي، بقت ثنيه الوداع مفتوحه وما فيش فيها حد بيقتل جوه، فالنبي دخل منها. فقالوا عرفوا من كل حياه اليهود كانت كذب في كذب في يثرب. فعشان كده نادوا وقالوا الأغنية: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. يعني ضروري نشكر ربنا على إنه بين لنا الحقائق ديت. ما دعا لله داع بعدد اللي على وجه الأرض اللي بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى. هنقف لحد هنا، وبإذن الله هيكون لنا لقاء كمان عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده، نتكلم فيه إزاي العلاقة ما بين المسلمين واليهود كانت عاملة إزاي في المدينة، والخيانات بتاعتهم كانت إيه، وإيه اللي وصلهم لفلسطين مرة تانية. لحد هنا أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.